هاي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. النهارده مش هطول عليكم، هنحكي في موضوع مهم جدا وانتوا طلبتوا مني كتير جدا على الانستجرام وعلى الواتساب وبعتولي كتير قوي، فعشان كده انا قررت النهارده هعمل لكم الفيديو ده علشان تعرفوا ازاي اجابة السؤال، وبالمرة نحكي شوية عن الموضوع اللي انتوا عايزينه عشان نوصل لحل. وهيكون عن هل لو انا قدمت سنة في روسيا هقدر ان انا احول في مصر واكمل في اي جامعة اهلية او جامعة خاصة؟ ده هيكون سؤال النهارده وسؤال حلقتنا النهارده. بس طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، كمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. وانا لاحظت كتير قوي منكم بيدخلوا يكلموني من غير ما تعملوا فولو. على فكره انا برد عليكم كلكم، بس بتضايق طبعا لما بلاقيكم مش عاملين فولو، مش كده؟ فولو فولو فولو، وكمان سبسكرايب للقناه، وكمان لايك. بحبه كتير، مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو. طيب مبدئيا كده انا مش هرد على السؤال على طول، لان في ناس اكيد مش فاهمه هو ايه الموضوع اصلا وايه الحوار. في ناس كتير قوي حابه ان هي تقدم في روسيا، وفي نفس الوقت مش حابه ان هي تكمل كل ال5 سنين في روسيا او ال6 سنين في روسيا. فهم عايزين يعملوا ايه؟ عايزين ان هم يدرسوا كسنه او سنتين في روسيا وبعد كده يحولوا مصر جامعات اهليه. طيب هل الموضوع ده قانوني؟ هل الموضوع ده صح؟ هل الموضوع ده هيبقى فيه اي مشكله؟ هو ده اللي هنرد عليه النهارده. أول حاجة هنبدأ فيها وهو هل هيبقى إيه موقفك من ناحية الجامعات الروسية لو أنا عملت كده؟ طيب تعال نبدأ من أول نقطة، وهي الجامعات الروسية هتبقى عاملة ازاي معاك. أول حاجة يا سيدي، لو أنت قدمت في أي حتة في روسيا وحبيت ان انت تسحب ورقك ما فيهاش اي مشكله، بس اهم حاجه في روسيا ان انت تكون دافع مصاريف الجامعه كلها، لان دي اكتر شرط بتشترطوه علشان يقدروا لك يطلعوا لك القيد الدراسي، وكمان السبرافكه بتاعه عدد الساعات اللي انت درستها في روسيا. طيب انا ما عنديش اي مشكله ودفعت مصاريف الجامعه كلها ومفيش اي مشاكل، هيبقى في عندي اي مشكله تاني؟ لا، مش هيبقى عندك اي مشكله، والموضوع هيبقى سهل وبسيط بالنسبه للجامعات الروسيه. طب هل هي مثلا هتطلع لي لو انا كان معايا ماده او مادتين او هل برضو هتطلع لي قيد دراسي؟ هل لو انا اترفدت هتطلع لي؟ بص، في الحوار دي عشان نبقى متفقين، لو انت معاك مواد فالجامعة بتطلع بالمواد اللي انت ناجح فيهم. اما لو انت شايل مادة او مادتين زي الاناتومي مثلا، الهيستولوجي، البايو، لو انت شايل اي مادة من دول، المواد دي بتفضل موجودة معاك مش بترضى تطلع لك قيد دراسي بيها. تمام؟ دي بالنسبة لنقطة القيد الدراسي. طب هل انا مثلا لو سحبت ورقي في روسيا وبعد كده قدمت على المقايسة في مصر وما تقبلنيش حاجة وانا كنت خلاص رفدت نفسي، هل ممكن ارجع تاني روسيا؟ هتضطر ان انت ترجع على سنة اولى. روسيا مش هترجعك على السنة اللي انت كنت موجود فيها، لا بالعكس، هترجعك على سنة اولى. فعشان كده ننتبه من النقطة دي جدا جدا جدا. تمام؟ طيب ده بالنسبة لسؤال ايه موقفك في الجامعات الروسية. هيطلعوا لك على شرطين، لو انت مش معاك مواد هتطلع لك القيد الدراسي بكل المواد اللي كانت معاك وعدد الساعات وكل ده. لو معاك مواد، المادة اللي انت معاك مش هيطلعوا لك فيها اي بيانات ومش هيرضوك يدولك اي بيانات عليها. طيب وايه تاني؟ الشرط التاني ان انت تكون دافع مصاريف الجامعة كلها ومش هيكون عليك اي ضلج او هيكون عليك اي حاجة بدفع الفلوس. تعال نشوف السؤال التاني، وهو ايه موقف مصر اصلا من ان انا اقدم، وهل لو انا نزلت هقدم على سنة اولى ولا سنة تانية ولا هرجع سنة اولى؟ كل ده هنشوفه في السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي انتوا اكتر حاجة بتسألوني عليها، وهو لو انا مثلا حولت من روسيا ومفيش اي مشاكل معايا ومفيش اي معايا حوارات وتمام الدنيا وزي الفل، ماذا بعد يعني؟ اوكي يا حبيبي، ماذا بعد؟ موقف الجامعة او الجامعات المصرية ايه موقفها؟ فاحنا التحويل مفتوح لحد يوم 13/10، تمام؟ ان انت تحول من اي جامعة روسية لحد جامعات مصرية. فهل مثلا السنة الجاية هيفتحوا نفس موضوع التحويل تاني؟ محدش عارف. هل مثلا ان ممكن يبقى في احتمالية ان انت لو قدمت مثلا وخدت هنا شهر او شهرين، تيجي بعد كده في شهر 10 قبل 13/10 تحول؟ هل هينفع؟ برضو محدش عارف. لاني انا سألت المجلس الاعلى للجامعات بحيث ان يفيدني باي حاجة من المعلومات دي، ولكن للاسف هو ما ادانيش اي حاجة من المعلومات دي، فعشان كده انا مش عارفة افيدكم في اي معلومة من الحوار ده. فاهمين؟ علشان كده النقطة الأساسية اللي أنا هرجع لكم فيها وأتأكد إني مفيش أي قرار يثبت إني لو أنت درست في جامعات روسية وحاولت إن أنت تحول لمصر، مصر هتقبلك. فعشان كده يا ريت ما تسمعوش كلام اللي بيتقال حاليا،
لاني مفيش اي قرار يثبت حقيقي، مفيش اي قرار يثبت ان لو انت حولت من اي جامعة روسية بعد المهلة اللي هم مدينها اللي هي 13/10 هيقبلوك. محدش عارف ومحدش عنده اي خلفية ومحدش عنده اي موضوع عن الموضوع ده. عشان كده ما تنسوش النقطة دي، اني لو حبيت ان انت تقدم وبعد كده تحول السنة الجاية، احنا ما نعرفش هتكون معمولة ازاي البيانات ولا عارفين هتبقى الموضوع ماشي ازاي. فعشان كده ركز في النقطة دي، عشان ما فيش اي قرار نزل بيقول انك تقدر تحول. القرار لحد دلوقتي بيقول لحد 13/10. هل مثلا هيستمر؟ هل هيجددوه؟ هل القرار هيتغير؟ انتوا عارفين ان قرارات المجلس الاعلى للجامعات بالنسبة للطلاب الروسيين اللي بيدرسوا في روسيا بتتغير حرفيا كل شهر او شهرين. فعلشان كده احنا مش عارفين نقول اي حاجة. وانا كلمت المجلس الاعلى وكلمت اكتر من حد اعرفه هناك، اجابتهم كان احنا ما عندناش اجابات او مش عارفين نقول لكم ايه، احنا ما نعرفش ولسه القرار من الناس اللي فوق ما وصلناش ومحدش عارف. فعشان كده لو انت هتقدم تعمل حسابك ان في احتمالية ولو بنسبة 20% ان انت ممكن تفضل هنا، ممكن ما تحولش. فلازم تبقى عارف النقطة دي. تمام؟ تعالى نشوف السؤال اللي بعده. طب مثلا السؤال اللي بعده، لو انا قدمت في الفترة دي اللي هي من شهر 9 مثلا، اخدت شهر في روسيا وبعد كده رحت طلعت قيد دراسي في روسيا بالشهر ده وطلعت باين درجات ومش عارفه ايه والحاجات دي كلها بحيث يثبت ان انا في سنة اولى، هل في مصر كده هترجعني ايه سنة ايه؟ مصر هترجعك سنة اولى، ما فيهاش اي مشكلة. طيب لو انت موجود هنا سنة تانية وقدمت على المقايسة ومش عارف انت هتتقبل ايه، هتتقبل عادي زي ما احنا قلنا في الفيديو بتاع القرار المجلس الاعلى للجامعات. هسيبه في البايو او هسيبه في اول كومنت بدخلوا شوفوه، اني لو انت قدمت في سنة تانية بس مش معاك اكتر من 3 مواد فانت هتتقبل عادي، مش هيبقى فيك اي مشكلة. بس لو معاك اكتر من 3 او 4 مواد هيبقى فيه احتمالية ان انت تنزل سنة. فعشان كده برضو لازم تبقى عارف ان في احتمالية تنزل، في احتمالية ما تنزلش. انا بحاول اختصر عليكم زي ما انتوا طلبتوا مني، بحاول اختصر كتير جدا في الكلام. بس ده كان سؤال النهارده واحنا اتناقشنا فيه وعملنا فيه كل حاجه. انا عارفه ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات بس غصب عني، يعني انا على كده لسه طالعه من الشغل فحاليا حرفيا غصب عني. بس طبعا مش هنسى اقول لكم ان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، كمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا فولو على الفيسبوك. بس كده وبكده يكون خلصت حلقه النهارده. هستناكم في فيديو جديد. كانت معكم مونيكا، باي باي.